عشان اكلك يبقى احلى لازم تتابعوا الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. النهارده هعمل معاكم طريقة تحميص البهارات. اول حاجة بتنقي بهاراتك وتنضفيها وتحشي منها اي شوائب. نحط طاسة على النار وننزل بكمية الكمون اللي معانا، نديلهم تقليبة، نتأكد ان هم اتحمصوا ياخد درجة حرارة، وبعد ما اتحمصوا بننزل فيها بالصينية، وبعدين ننزل بالكزبرة طبعا منضفاها ومنقياها كويس، ونقلبها كويس لغاية ما نحمص معانا. وما لما تحمص معانا ريحتها بتبقى جميلة ومالية المكان. وما تأكد ان هي حمصت ننزل بقى على الصينية كده، حمصت زي ما انتوا شايفين معايا. وبعدين ننزل طبعا بيبقى نضيف مش محتاج اي حاجة، نقلبه كويس ونتأكد ان هو حمص، وننزل بقى على الصينية زي الكمية اللي فاتت. وبعدين ننزل بالبهارات اللي هطحنها معاه. عبارة عن ايه البهارات ديت؟ ورق لورق بيبقى صيني زي الورد، عيدان قرفة خشب، ونقلبهم كويس لكن هي حمصت، وننزل بباقي الكمية معاه. وده كان شكل البهارات معاكم بعد ما اتحمصت. بعدين الخطوة الجاية نبدأ نطحنها. وبعدين جبت المطحنة، اول حاجة هنزل بيها كمون، وبعدين احط عليهم بهارات من اللي موجودة عند ما اطحنها معاهم، وبعدين نطحنهم مع بعض. وده كان شكل الكمون بعد ما اتطحن. نستمر لحد نهاية الكمية. بعد ما الكمون خلص معانا ابدأ بقى اطحن الفلفل الاسمر، وبعدين نضيف عليه بهارات من الموجودة عندنا، وبعدين نطحنهم مع بعض. وده كان شكل الفلفل الاسمر بعد ما اتطحن. طبعا ما بطحنش البهارات الناعمه خالص، بسيبها جرشه شويه عشان ريحتها وطعمها بتبان في الاكل. خلصت الفلفل الاسمر ببدا اطحن في الكزبره، طبعا ما بحطلهاش اي اضافات. ده كان شكل الكزبره بعد ما اتطحنت. وبعد ما خلصنا بقيه الكميه دي، كانت بهارات بقى اتبقت عندي عباره عن ايه؟ كزبره، فلفل اسمر، كبيبه صيني، عود قرفه خشب، ورق لورا، حبهان مطحون، قرنفل، وبعدين احط معلقه قرفه مطحونه. وده كان شكل البهارات بعد ما اتطحنت. طبعا شكلها ولونها مش زي اي بهارات انت بتشتريها من برا، طبعا عاملاها على ايدك حاجه تانية. وبعدين بعبيها في البرطمانات، بحط كل نوع في برطمان لوحده. وبعدين الكميه اللي اتبقت معانا بحطها في كيس وعينها في الفريزر، ان الفريزر بيحافظ على ريحتها مهما قعدت معاكي. لو وصلتوا معايا لحد هنا متنسوش تحطوا اللايك، اكتبولي في التعليقات بتتابعوني من اي بلد. ده الحبهان اللي هطحنه واحطه في ال7 بهارات عشان كنت نسيت الاول احطه معاه. ده كان شكل الحبهان بعد ما اتطحن. وده كان شكل ال7 بهارات. وبعدين ال7 بهارات ديت تغنيكي عن اي بهارات موجودة عندك في البيت. وده كان شكل البرطمانات بعد ما خلصناها. يا رب يكون عجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.